السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ يا رب تكونوا كويسين يا رب. النهاردة يا حبايبي عايزة اقول لكم احنا كنا عاملين فيديو على الشيف الشربيني. بصراحة صوتنا ما وصلش له، لان اختي بتتفرج على السيبي سفرة كل يوم كل يوم، برضك اللي هو بيعمله هو اللي بيعمله كل يوم. هتقول لكم هو بيعمل ايه اللي ما سمعش الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا حبيبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير يا رب. اولا عايزة بس اوضح اولا، ادعوا لاخواتنا في فلسطين واليمن والسعودية والسورية وسوريا وقطر واولهم مصر. ربنا يا رب ينصرهم على من يعادهم يا رب. عايزة بس يا جماعة اوضح بس كلمة. انا دلوقتي بتفرج على الشيف شربيني، وبعدين يعني هو مثلا برضو ده عملها تاني، يدوق الاكل ويحط المعلقه، يدوق الاكل ويحط المعلقه، ولا ايه برضو بيلحس في صابعه. لا كده يا شيف شربيني. حتى لو مثلا لو عطس ولا حاجه بلاقيه بيعطس على على الاكل. يعني انا اول واحده يعني مثلا متابعه الشيف شربيني، جات لي جرثومه مش راضيه تروح من عندي خالص من القرف. ليه يا شيف شربيني كده؟ وكان عنده برد بينف كمان وما يعني بيغسلش مثلا ايده. يعني مثلا انت عملت يا شيف شربيني، وحقيتك مثلا يا شيف شربيني في في الحاله دي تلبس جوانتي. يعني عايزاك تلحس جوانتي، مش كل حاجه لازم تدوقها وتحط المعلقه تاني في الطبيخ. انا عندي بنت ابني لو حبت تشرب في كوبايه، لو لقيت كوبايه على الكولمن ولا على الكولديره لازم تروح تجيب كوبايه تانية، لازم تجيب معلقه تانية. يعني لازم النظافه احسن من الف حاجه. يعني النظافة ديت يعني يعني كل واحد بيتقرف، حتى انا اه بتقرف اما الواحد بيتفرج عليه برضه. اه اه يعني ياخد المعلقه ويحطها تاني؟ لا. لا ما افرض يحط. واحد تعبان اه اه وساعات بينف برضك وماسك المنديل وبيطبخ. ما هو ديك النهار هو لقيته برضو، ويعني جاب المنديل وهو بيطبخ وقعد ينيف. يعني منظر زي ده يا شيف شربيني، الدارة يعني على الحوض، اعمل اكنك بتجيب معلقة، اعمل اكنك بتجيب اعمل شوكة. اعلانات بقى اه او او الاعلانات، او يقطعوا الاعلانات، يجيبوا الاعلانات، بس ما تبينش اللقطه ديت على على الملأ كده يا شيف شربين اليوتيوب. وعايزه برضه اقول كلمه يا شيف شربين. انت دلوقتي الولا ابن مراتك سرق المفتاح منك وخد العربيه وعمل حادث. دي برضه النقطه اللي مزعلان، وعمل حادث. يعني يعني يحصل الجرأة يا شيف شربين ان انت تطلق مراته علشان العربيه؟ طب ما تغور العربيه في داهيه. ذنبها قوي صحيح، يعني ذنب. ذنبها قال بنت العيله اللي من دور عيالك دي، ده انت سبت ام ولادك، سبت ام ولادك ورحت اتجوزتها. يعني سبت ام ولادك، ام الاستاذ علاء، وسبتها ورحت اتجوزت قد واحده قد عيالك. طب واللي سمعني كمان اللي هو منحها اللي هي تخش الفيلا، طب ليه؟ يعني يعني هي تطلع من الجوازة من غير اي حاجة يعني ليه؟ انا اخدمك بالشيء، يعني اخدمك كام سنه يا شيف شربيني وتطلقني وترميني كده؟ وسعيدك وتسعدك وتعمل وترميها، تاخدها لحم وترميها عظم. طب ما انت حرام يعني. يعني انت يعني مليونير، انت مليونير. يعني ابن مراتك خد العربية، سرق العربية وعمل حادثة. ما يقف يعني معاه في شدتها في ايه وقف واحد؟ معاه. يقف معاه في شدتها. يعني عيلة صغيرة زي دي، يعني على رأي الناس اللي بيقولوا هي جوزتك على ايه؟ يعني جوزتك على ايه؟ على خدت على نظافتك، وعلى يعني خدتك. فيها النضارة، شكل الساعة، شكل مش عارف. طب ما اي حد بيعمل الكلام ده. النضارة، شكل شكل الساعة، شكل الجرافطة، أكن أنا كبيرة في السن أهو، لو جالي واحد قدك والله عمره ما وافقه. بقول لك يا إنما هو حاج، اتجوز واحدة عيلة صغيرة بس أهو. لازم يقف معاها في شدتها. حصل لها الموقف ده مش ترميها خلاص وتطلقها وتطردها من الفيلا؟ لا. احنا يا شيف شربيني احنا بنحبك وبنحب اكلاتك ومن ضمن معجبينك، وبصراحة وانت اشهر شيف احنا عارفين. بس اتكلم برضك على الشيف حسن، انا زعلت منه من الشيف حسن برضك. اه جابوه برضك يتكلم على الشيف حسن، لقيته بيتكلم عليه مش عارفة ليه. يعني هو صديق لك كنت تتكلم عليه برضك كويس. انا زعلت كده لان بنحبك وبنحب الشيف حسن. اه اه ما شفتش اللقطة دي اللي هو بيتكلم على الشيف حسن؟ اه اللي هو لا لا. أصل الحاجة اللي فيها أكل بالذات يا جماعة، يعني أي حاجة فيها أكل على الملأ كده لازم نحافظ عليها، عشان في ناس بتاكل ورانا. يعني ولعلمك في الكاستل. الفيديو اللي فات اه كله علق لاحظوا الموضوع ده اللي هو برضك بيلحس في صبعه.
بياخد المعلقه ويرميها تاني، كله لاحظ والف التعليقات كده. احنا نداء يا جماعه عشان يوصل الفيديو للشيف الشربيني ما يعملش الموضوع ده، يغير المعلقه، ما يلحس في صبعه، ما ينفش، يرمي المنديل، عشان دي نظافه وده الناس بيعلقوا على الموضوع ده وعايزين يوصلوا صوتهم له. طب ما انا بشوف قنوات تانية، انا يعني ما اشوف قنوات تانية، يعني انا متابعه كل القنوات، ما فيش حد عمره ما شفت قناه واحده واقفه على القناه وبتدوق كده ولا بتعمل كده ولا اي. انا اول واحده يعني مثلا في صايمه، طب ما انا بطبخ من غير ما ادوق وبيطلع الاكل مظبوط، هل انا شيف؟ ايوه. انا ما باجي بالسوق اولا بقوم ماسكه صوابعي كده اهوت، لازم امسك صوابعي كده اهوت عشان اغسلها عشان اطبخ لعيالي ما اكونش ايديا ملوثه، لان يعني كلنا مش زي بعضها، الحاجه بتبقى مثلا دي ماسكاها ودي ماسكاها ودي ماسكاها. اول ما باجي بالسوق لازم اغسلها ولازم اغسل ايدي. يلا حبايبي ما تنسوش بقى اللايك عشان يوصل صوتنا للشيف الشربيني، احنا بنحبه وبنحبه وهو فعلا اشهر شيف، هو الشيف حسن، بس احنا عايزين نوصل صوتنا بس عشان ما يعملش الحركة دي تاني، عشان احنا كل يوم بنتفرج على سي سفرة وبنتفرج عليه وما بيبطلش العادة دي. انا والله شايفه الشيف شربيني يعني راجل محترم، ولقيت ضوافره برضه من النقطه اللي عجبتني فيه، لقيت ضوافره مقصوصه، لقيته مقصوصه بس بصراحه. يلبس جوانت برضه. بس يلبس جوانتي مثلا، ما يدوقش قدام الناس، مثلا يعني حركه كده ولا كده، لان القص اللي ورا دي ما هو بياكل انت وراه. عرفت من الحركة ان هي اكتر حاجة الناف اللي هو نف. يقعد ما هو ينف بيمسك برضه المنديل، نمسك المنديل ولقيت المنديل مليان يا قرفين. لقيت المنديل من مليان عن وما قدام غسلش الكاميرا، ايده. قدام الكاميرا وطبخ عادي، هو طبخ. اختي التالتة عارفة منه والله. طبخ عادي والله، طبخ والله عادي. انا عارفة منه. واحنا بنتعلم من الشيف شربيني برضو كل حاجه، هو يعني بس دي بقى ايه اللي بتزعلنا من النص. يلا يا رب يوصل صوتنا له ويبطل العادة دي يا حبايبي، وما تنسوش اللايك. يلا يا حبايبي.